السلام عليكم أصدقائي الأعزاء، أهلا بكم جميعا. معاكم عمرو الحداد من قناة الزراعة صح. النهاردة يا أصدقائي هنتعرف عن معلومة مهمة جدا، ممكن تكون أول مرة تسمع عنها أو أول مرة تشوفها. هنتكلم عنها وهنشوفها بعينينا. احنا موجودين حاليا في حديقة صغيرة من الخضروات، زارعين فيها كرنب وزارعين فيها الباذنجان بأنواعه والفلفل بأنواعه، ولكن المشكلة اللي واجهتنا بخصوص نبات الكرنب. زرعنا الكرنب الشتوي كان في شهر أكتوبر، في شهر 10، ولكن للأسف الشديد معظم الكرنب اللي احنا زرعناه كرنب ذكر. يعني ايه؟ يعني بعد ما تعبنا فيه، بعد ما عملنا فيه مجهود، اصبح عندنا ان الكرنب ذكر، وبالتالي لا تصلح للاكل وليس لها اي استخدام. في منها طلع انثى وفي منها نوع اخر طلع ذكر. طيب ايه الفرق ما بين الاثنين؟ وايه المشاكل اللي بتخلي الكرنب عندك يتحول من الانثى الى الذكر؟ كل ده هنعرفه من خلال الفيديو بتاعنا، ولكن تعالوا الاول نشوف على الطبيعه ازاي الكرنبه تكون ذكر وازاي تكون انثى، ازاي شكل دي وازاي شكل دي، وازاي تقدر تفرق ما بينهم. وبعد كده هنرجع نكمل موضوعنا ونعرف ايه هي الاسباب اللي بتخلي الكرنبه عندك يطلع ذكر وبالتالي ملوش اي استخدام، ملوش اي فوائد. تعالوا نشوف الاول النموذجين وايه الفرق ما بينهم. زي ما انتم شايفين يا اصدقائي، طبعا هو ده شكل الكرنب. بسم الله ما شاء الله. الكرنبه دي انثى. ليه يعني انثى؟ انها حصل لها عمليه لف بالكامل زي ما حضراتكم شايفين، مفيش مشكله فيها خالص. طيب يعني ايه الكرنبه الذكر او الكرنبه الذكر اللي هي ملهاش اي استخدام ولا ليها اي لازمه عندنا؟ زي ما حضراتكم شايفين ما شاء الله كرنبه انثى برضو. هنا يا اصدقائي الكرنبه تحولت من الانثى الى الذكر. ازاي اعرف ان الكرنبه ذكر؟ عايزين نشوف كده الفرق ما بين الاثنين. هنا كرنبه ملفوفه مفيش مشكله فيها خالص، الاوراق كلها ملفوفه حوالين نفسها، وهو اسمه الملفوف او الكرنب، يعني لازم الاوراق كلها او القلب بتاعها يلف حوالين نفسه. هنا بقى حصل عندنا مفيش التفاف، مفيش اوراق بتلف حوالين نفسها، ولكن ايضا انتاج الازهار بتاعتها. هنا طلع معانا الازهار اللي هي بتجيب البذور اللي بناخد منها البذور. ده شكل الكرنبه الذكر اللي ملهاش اي لازمه وملهاش اي استخدام. هنا شكل الكرنبه الانثى اللي احنا بنستخدمها في الاكل بتاعنا. يبقى هو الفرق ما بين الاثنين. تعالوا برضو ادي نفس الكلام، مجموعه من الزهور خرجت من قلب الكرنبه نفسها اللي هي المفروض ان هي تلف حوالين نفسها. دي بقى بتطلع مجموعه الزهور دي، بتطلع او بتنتج البذور اللي احنا بناخدها ونبدا نزرعها في الارض. هي دي بذور الكرنب يا اصدقائي. زي ما حضراتكم شايفين دي الكرنبه الذكر، هنا برضو الكرنبه الذكر. هو ده الفرق ما بين الاثنين، وهو ده شكل الكرنبه الذكر من الكرنبه الانثى. هنا ايضا كرنبه انثى اهو، مفيش مشكله فيها خالص، مفيش زهور، مفيش بذور، مفيش اي شيء. زي ما انتم شايفين هنا كرنبه انثى ما شاء الله، القلب كله لافف حوالين نفسه. هنا كرنبه ذكر ملهاش اي استخدام، مفيش قلب لافف حوالين نفسه. القلب طلع معانا الازهار اللي بتنتج البذور. طيب تعالوا يا اصدقائي نشوف مع بعض ايه الاسباب اللي بتخلي الكرنبه تتحول من الانثى الى الذكر. ورجعنا مع حضراتكم مرة تانية يا أصدقائي بعد ما شفنا الفرق ما بين النموذجين، ما بين الكرنبة الذكر والكرنبة الأنثى، وإزاي إن هي بتتحول من الأنثى إلى الذكر، وأنهي فيهم اللي يصلح للأكل أو يصلح للاستخدام. طبعا الكرنبة الأنثى. طيب تعالوا نشوف إيه هي الأسباب اللي بتخلي الكرنبة تتحول من الأنثى إلى الذكر. أول حاجة تاخد بالك منها وهي عدم الاعتدال في الري. بيحول الكرنبة من الأنثى للذكر مباشرة وما بيبقاش لها عندك أي استخدام، وممكن كل الشتلات اللي أنت زرعتها تتحول للذكر لو ما أصبحش عندك في اعتدال في الري. يعني إيه اعتدال في الري؟ يعني نبدأ نروي شوية ونقلل شوية، النهاردة نروي بكرة ما نرويش. لا، لازم يكون عندك في اعتدال. أهم شيء إن يكون في رطوبة في التربة. على فكرة
الكرنب من النباتات المحبه للمياه. علشان يحصل عندك التفاف لازم ان احنا نزود كميه المياه، لازم ان احنا نروي باعتدال، لازم ان احنا يكون في رطوبه دايما تحت جدر النبات نفسه. فكده هيصبح عندك في التفاف وهيكون عندك جلب، مفيش مشكله خالص. يبقى اول حاجه عدم الاعتدال في الري بيحول الكرنبه من الانثى الى الذكر. الحاجه الثانيه عدم الزراعه في المواعيد المناسبه، يعني ما اجيش ازرع في ميعاد مش مناسب لزراعه الكرنب، فبالتالي الكرنب عندك مش هينجح وهيتحول للذكر. ايه هي المواعيد المناسبه لزراعه الكرنب؟ عندك ميعادين، ميعاد شتوي وميعاد صيفي. الميعاد الصيفي ان احنا بنزرع في شهر فبراير ومارس، والميعاد الشتوي ان احنا بنزرع في شهر معاك من سبتمبر لحد نوفمبر. غير كده يبقى الكرنبة عندك هتتحول للذكر. يبقى عرفنا أول حاجة عدم الاعتدال في الري، عدم زراعة النبات في مواعيد مختلفة أو مش في ميعاده، لا نختار الميعاد المناسب ليه. الحاجة الثالثة وهي الأهم إن إحنا ساعة ما نروح نشتري الشتلات نشتري من مصدر موثوق منه، نشتري الشتلات من مكان إحنا عارفينه، عارفين عنده أمانة، لازم نشتري من حد موثوق منه. الحاجة اللي بعد كده يا أصدقائي وهي إن إحنا نحاول إن إحنا نعمل عملية نظافة دايما للكرنب، يعني نشيل الورقة الصفراء وننظف مكانه ونتخلص من الحشائش الموجودة تحته ونهتم بيه اهتمام كبير جدا. اي ورقه صفراء عندك تبدا تعمل لها عمليه ازاله، تعمل عمليه تجليم دايما للكرنب، فتاخد بالك من مكافحه الحشرات والامراض. في عندك حشرات تحاول ان انت تعالج النبات عندك، كل الحاجات دي بتؤثر على الكرنب وبتحوله من الانثى الى الذكر وبيكون غير صالح للاستخدام. فيا رب الفيديو يكون عجب حضراتكم وتكونوا استفدتوا حاجه منه. شكرا لكم على المتابعه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.